السلام عليكم. في فيديو النهارده زي ما وعدتكم هيبقى فيه كورس عن ازاي تعمل حملة إعلانية أو ازاي تدير حملة إعلانية. في فيديو النهارده هيبقى مهم جدا وهتعرف ازاي تعمل حملة إعلانية على سناب شات. بس قبل ما نروح للشرح يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتشوف الفيديو للنهاية. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. بس الفيديو النهاردة غير كل الفيديوهات، زي ما وعدتكم ان هيبقى فيه كورس عن الإعلانات الممولة هينزل على القناة. دي الحلقة الأولى أو المنصة الأولى هي منصة سناب شات. هتعرف النهاردة ازاي تدير حملة أو تعمل حملة إعلانية على سناب شات، وهتعرف ازاي ت- تتارجت الحملة أو تستهدف الأودينس الجمهور. و يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان في حلقات هتنزل تاني عن منصات كتير زي الفيسبوك، سناب، انستجرام، جميع منصات السوشيال ميديا. هتعرف ازاي تعمل حملات إعلانية على المنصات دي. منصة النهاردة هي سناب شات. وطبعا الكورس لكل اللي مهتمين بمجال التسويق الرقمي، كورس بسيط، و يا رب الكل يستفاد. وما تنساش تشير الحلقة دي علشان غيرك يستفاد. هتكتب في خانة البحث في جوجل سناب شات ادز مانجر، وبيفتح معاك بالشكل ده كده. بتضغط على جيت ستارت. بعد ما بتضغط على جيت ستارت بتستنى يحمل معاك. بعد ما بيحمل الموقع بتاع سناب شات او مدير اعلانات سناب شات، بعد ما بيحمل معاك بتسجل الحساب الخاص بيك. طبعا انا عامل تسجيل قبل كده وليا حساب. بتختار اسم الحساب الخاص بيك. طبعا لو ما عندكش بتدوس نيو اورجانيزيشن او مؤسسة جديدة وبتعمل حسابك عادي جدا، وبيفتح معاك الحساب بالشكل اللي حضرتك شايفه ده كده. طيب، اعمل حملة او اعمل اعلان ممول ازاي على سناب شات؟ طبعا كلنا عارفين منصة سناب شات لكل، سواء كنت شغال في التسويق بالعمولة او عندك براند شخصي خاص بيك وعايز تسوق له وعايز تستهدف دول الخليج. افضل منصة هي منصة سناب شات، لان موجود عليها معظم جمهور الخليج او الجمهور الخليجي العربي موجودة على منصة سناب شات. طبعا فيسبوك معروف ان الاغلب طبعا مصر. بعد ما بيفتح معاك الحساب بالشكل ده كده بيبقى عندك حساب خاص بيك. طبعا بتختار العملة اللي هتشحن بيها او اللي هتدفع بيها، وبتختار البلد، وبتضغط طبعا على انشاء اعلان. طبعا بيفتح معاك بالشكل ده كده. لو عايز تعمل اعلان بتخش على انشاء الاعلان او الاعلانات، انشاء اعلانات، وبتضغط على انشاء اعلان. بتستنى. طيب، هيفتح معاك بالشكل ده كده. مهم جدا تعرف الحاجات دي ايه. الوعي او المشاركة دي طبعا لو عندك براند لسه فاتحه جديد وعايز الناس او تعرف الجمهور او العملاء ان انت عندك براند خاص بيك فتحته جديد، بتضغط على الوعي او بتختار الوعي والمشاركة. طيب، المرور دي اللي هي بتبقى الكليكات. طبعا لو عندك تطبيق مرور دي اللي هي بتبقى لو عندك تطبيق عايز الناس تحمله، او عندك ويب سايت خاص بيك عايز زيارات عليه، بتختار كلمة المرور او تختار المرور. دي بتجيب لك كليكات على اللينك الخاص بيك. طيب، العملاء المحتملين دي بيجيب لك العملاء اللي هم طب بيشتروا في الغالب، او لما بيشوفوا اعلان بيخشوا يتواصلوا وبيشتروا. طيب، آه، العملاء المحتملين دي لو عندك لينك برضو طبعا بيجيب لك الناس او العملاء المحتملين اللي هم يضغطوا على اللينك بنسبة 90%. طبعا دي خوارزميات
تبع السناب شات زي فيسبوك زي انستجرام، كلها خوارزميات. طبعا عارفة الجمهور، انت بس عليك بتحدد الجمهور الخاص بيك وهم بيتولوا الباقي. طبعا الترويج للتطبيقات دي، لو عندك تطبيق عن عايز تروج ليه، او عامل ويب سايت او اي حاجة من الحاجات دي، تقدر تختار دي. طبعا احنا خلينا في المهمة اللي هي المبيعات. طبعا المبيعات دي لو عندك براند او عندك منتج شغال في التسويق بالعمولة، شغال في، عندك منتج عايز تسوق له، بتختار المبيعات ليه؟ علشان دي بتستهدف الجمهور اللي بنسبة 90% بيخشوا يشتروا، مش بيدفع له وخلاص معاك على المنشور أو الإعلان. لا، دول بيستهدف في نسبة 90% الجمهور اللي بيخش يشتري المنتج على طول. طيب، وبعد كده طبعا بتختار المبيعات، وعلى حسب بقى كل واحد عايز يعمل ايه وهدف الإعلان بتاعه ايه. بتضغط على المبيعات طبعا، وبتضغط على التالي. طبعا ما بتخليهاش تلقائي، بتخليها بناء يدوي، وبتضغط التالي. طيب، بيفتح معاك بالشكل ده كده. طيب، موضوعي او الحاجة اللي طبعا دي عملناها وخلصنا. طيب، اسم الحملة طبعا السيلز، حالة الحملة نشيط. طيب، دي كده كده مش او متوقفة اوتوماتيك. وطبعا بقى نيجي للحتة المهمة، البداية والنهاية. بس نصيحة، لو هتبدأ حملة إعلانية حتى لو هتخليها أسبوع أو 5 أيام، تخلي ليها تاريخ بداية وما تخليش ليها تاريخ نهاية. ليه؟ لأن خوارزميات السناب شات طول ما أنت سايب تاريخ النهاية مفتوح، بتعرض إعلانك على أكبر عدد ممكن. إنما لو حددت تاريخ بداية وتاريخ نهاية، الخوارزميات بتقلل نسبة الإعلان أو ظهور الإعلان بتاعك. طيب، دي تركاية محدش هيقولك عليها، اللي هي لما بتعمل حملة إعلانية أو إعلان، ما تحددش تاريخ نهاية ليه، تسيبه تاريخ بداية بس وتسيبه مفتوح. طبعا خليته يوم، يومين، 3 أسبوع، 10، تخش تقفل في اليوم اللي حضرتك عايز تقفل الإعلان فيه. طبعا تاريخ البداية بتختاره، وبعد ما بتختار تاريخ البداية، تقدر تحدد الوقت من هنا اللي الإعلان هيبدأ فيه. طيب، ميزانية ذكية دي بيقول لك حدد ميزانية شاملة للحملة، وسنستخدم البيانات والذكاء لأتمة التوزيع عبر مجموعات الإعلانات ذات الأداء الأعلى. يعني إيه؟ يعني لو خليت الخانة دي فعلتها، دي بتحدد أنت طبعا الميزانية أو البادجت الخاص بالحملة اليومية، الديلي بادجت أو الميزانية اليومية، بتختار. طيب، مثلا أنت هتخليها، بس ما نصيحة ما تقلش عن 100 جنيه في اليوم. طيب، أنا باتكلم أو باشرح بالجنيه لأن أغلبنا بيشتغل بالجنيه، ما أنا مش عايز أعقد الأمور وأشرح لك بالدولار. بعد ما بتختار الميزانية اليومية، بتخلي استراتيجية عرض الحملة المزايدة التلقائية، بتخليها المزايدة التلقائية، ما تخليهاش الحد الأقصى للعرض. المزايدة التلقائية دي بتخش زي مزاد، وطبعا دي بتبقى نتائجها أفضل من الحد الأقصى للعرض. طيب، خلصنا الخانة دي، بتضغط على التالي. بعد ما بتضغط على التالي، بتستنى تفتح معاك. طيب، بعد ما بتفتح معاك الصفحة التانية بالشكل ده كده، هنعمل ايه هنا؟ ده اسم الحملة أو المجموعة الإعلانية الخاصة بيك. طبعا تختار أي اسم عشان لو بتعمل حملات كتير أو مجموعات حملات إعلانية كتيرة، تقدر تفرق ما بينهم باسم الحملة. طيب، موقع التحويل، لو عندك موقع ويب، موقع التحويل بتخليه موقع الويب زي ما هي، وحالة الحالة نشيط. طيب، التتبع بتخليهم زي ما هم، ما تفعلش حاجة. طيب، الهدف والمزايدة
الميزانية والجدول الزمني طبعا زي ما قلنا بتحدد تاريخ بداية ولو هتحدد وقت، وما بتحددش تاريخ نهاية، بتسيبه زي ما هو. التوظيف دي تقدر تختار من خلالها، لو دوست على الخانة دي كده تقدر تختار الإعلان بتاعك هيظهر فين. يعني الخانة دي مختارة نشر إعلاناتك على جميع منصات سناب شات، هذا يمنحك مرونة أكبر لتحسين. طبعا دي ميزة إن هو هينشر لك الإعلان على جميع منصات أو تطبيقات الخاصة بسناب شات. بتسيبها زي ما هي، وبتنزل على الخانة اللي بعدها. طبعا بتسيب دي زي ما هي، ونخش على الجمهور. الجمهور بتختار طبعا بتختار الجمهور، بتضغط على إنشاء جمهور مخصص. طيب تختار أو تختار نوع الجمهور. يعني إيه نوع الجمهور؟ عايز تختار جمهور بيتفاعل، عايز تختار جمهور بينفذ أو بيشتري، تقدر تختار من آه، الخانة دي كده. طيب آه، هنختار تفاعل الجمهور مع الإعلانات أو الإعلان. هتفتح معاك الخانة دي كده، بتكتب مثلا اسم الجمهور. أنا طبعا بكتب بوضح لك بس مثال، وبتختار في حساب الإعلانات هذا. تمام. وبتضغط على يخلق أو كرييت، وبتستنى كده. انت عملت الجمهور او حددت نوع الجمهور اللي هيتفاعل معاك على الفيديو. تمام. بعد ما حددت بتختار الموقع. الموقع طبعا بتختار اي حاجة انت عايزها، سواء مصر او المملكة المتحدة. طبعا احنا نختار مصر. بتختار الدولة اللي هتارجتها. آه، بتكتب ايجيبت. بتكتب ايجيبت وبتختار. دلوقتي انا اخترت مصر، وتيجي على العمر. بتختار العمر طبعا. بتخلي على حسب طبعا المنتج، بس انا هديك تركاية: ما تخليش العمر اقل من 21 سنة، لان الاقل من 21 سنة مش هيبقوا مهتمين بالشراء. طيب ولو عايز من 21 سنة ل55 سنة زي ما هي. وبتختار الجنس. طبعا بنسيبها زي ما هي، الذكر والأنثى. والاستهداف الدقيق دي طبعا لو عندك جماهير محددة مسبقا، أو جمهور قبل كده في حملة إعلانية عايز تتارجته تاني، تقدر تختاره من الخانة دي، هيظهر معاك على طول. طبعا اللغات اللي عايز الإعلان يظهر بيها، طبعا بما إن أنا هعرض الإعلان بتاعي في دولة عربية، طبعا هختار لغة الإعلان اللغة العربية. لو هتتارجت في مكان تاني، تقدر تختار على حسب لغة البلد. طيب الأجهزة طبعا دي بتختار نوع الأجهزة اللي عايز الإعلان بتاعك يظهر فيها أو عليها. طبعا أنت بتسيب كل حاجة زي ما هي، أو بتختار كل الأجهزة الاي او اس والاندرويد والويب سايت. طيب بعد كده بتضغط على سيف اودينس، وتكتب اسم جمهور، وبتدوس حفظ اسم الجمهور. مثلا نكتب أحمد، وتضغط على يحفظ كده. تم حفظ الجمهور. طيب دي التوصيل. وضع العلامات من قبل جهات خارجية، دي سيبها زي ما هي. وطبعا بيظهر معاك تفاصيل
الإعلان. تمام، بيظهر معاك تفاصيل الإعلان هنا. بعد ما بتملى البيانات في الخانات دي كده بتضغط على الخانة دي كده الإعلان جديد رقم 1 وبتضغط هنا بتنتظر. بيجيب لك دي صفحة المراجعة والنشر. طبعا بيظهر معاك الإعلان هنا بالشكل اللي هيظهر للعملاء أو الناس اللي بتتصفح سناب شات. و طبعا بتقدر تختار هيظهر فين في تسليط الضوء أو القصص أو الدردشة. طبعا وبتضغط على آه، مراجعة ونشر. طيب بعد ما بتضغط على مراجعة ونشر بيظهر معاك بالحالة دي كده أو بالشكل ده كده. بتكتب البلد والعنوان وبتكتب التفاصيل دي كده، ومتاح معاك بقى طرق الدفع في دفع مسبق وباي بال وبطاقة ائتمان. طبعا بتختار لو بطاقة ائتمان. طبعا كلنا عارفين بتختار الدولة واسم المكتوب على البطاقة ورقم البطاقة وتاريخ الانتهاء والسي في في أو الثلاث أرقام اللي بيبقوا في ظهر البطاقة والبوست كود أو رمز البلد اللي أنت فيه في مصر طبعا اللي هو +20. وبتضغط على نشر الحملة الإعلانية كده أنت حملتك بقت أكتف على منصة سناب شات. وتقدر تخش تراقب الحملة الخاصة بيك وتقلل البادجت أو تزود البادجت دي على حسب إمكانياتك. بس كده ويا رب تكون استفدت. ولو ما في أي حاجة مش واضحة في فيديو النهاردة اكتب لنا بيها سؤال في الكومنتات وإن شاء الله هنرد عليك. وانتظر فيديوهات تاني عن الإعلانات الممولة. تكملة للكورس هتنزل على القناة في منصات تانية كتير. والسلام عليكم.